مع ليمون ودوس يا معلم. شوربة مليانة فوائد، مليانة مكونات، مليانة أشياء زاكية، وبتكون بديل للأكلة الرئيسية. كملوا الفيديو عشان تعرفوا إيش هاي الشوربة وعملوها بالخطوات عشان تطلع معاكم ولا غلطة. شوربة الحريرة من قلب المغرب الشقيق، بروتين، خضار، إيش ما بدكم فوائد موجودة فيها. أول حاجة عندنا بصلتين. طبعا البصل أحمر أو أبيض هذا برجع لكم، ما فيش فيه مشكلة. طبعا حفرمه ناعم يا جماعة. من مواليد الجزائر، وطبعا الجزائر والمغرب، بلاد المغرب العربي كلهم كتير بتشابهوا باكلاتهم، فانا هاي الشوربه كتير متعوده عليها وبعرفها وكتير بحبها، واليوم حطبخ لكم اياها على طريقه امي. بالنسبه للبندوره يا جماعه، حنقشرهم، ببشروهم بشر وبخلوهم ناعمين، وفي بفرموهم فرم ناعم. انا بالنسبه لي وحسب طريقه امي حفرمهم فرم ناعم. طبعا بتقشروا البندوره، بدكم تقشروها بالسكينه قشروها، حابين تقشروها تحطوها بمي سخنه على السريع بتنقم معاكم. وهلا حقطعها، حتكون ناعم معانا. واخر شي عندي ضمه صغيره بقدونس، في شغلتين كتير مهمين نعرف نفرق بينهم، الكزبره والبقدونس، والكثير من الكزبره الخضراء اللي يعني ريحتها بتجنن وطعمتها بتجنن اكتر. في اللي بيضيفوا الكزبره من بدايه الشوربه، بس انا صراحه يعني الاشياء الخضراء دائما كبقدونس كزبره بفضل انه تنضاف في الاخر عشان تضلها فريش وعشان ما يتغير لونها. بضل شغله صغيره بدنا نعملها، تعالوا اورجيكم شو هي. هلا حنجيب هنا عنا 250 ملي مي، تمام. هنضيف عليها معلقه كبيره اكل طحين. هتقولوا لي ليش الطحين؟ هقول لكم ليش الطحين. الطحين عشان يعطينا تقل لقوام الشوربه، تكون هيك تقيله معانا. كمان معلقتين كبار صلصه بندوره، تمام. وهذا كله رح نخلطه مع بعض مظبوط كتير معنا عشان ما يكلكعش معنا الطحين. عشان تكمل فايدة شوربة الحريرة ححط زيت زيتون، بصل اللي مقطعينه ناعم، وبعدها رح نضيف كمان الكرفس، وهلا كمان بضيف اللحمة اللي مقطعينها رافعة الصينية، معلقة ونص كبار، معلقة فلفل أسود كبير، ومعلقة كركم كبيرة. حبشر تقريبا قد معلقة كبيرة زنجبيل. دايما الطازة يعطي طعمه يعني ضعف. شوفوا ما اسهل البهارات، بس هي هاي بهارات أساسية دايما عند أهلنا بالمغرب، اللي هو الكركم والزنجبيل. وتغير لونها معانا رح نحط اللي هي كوباية العدس، طبعا مغسول وأموره تمام التمام. هاي المرحلة يا جماعة لما تحطوا اللحمة، في حال كان الحمص ني بتحطوه من هلا من البداية. بندورة اللي قطعناها، وأكيد فيكم تبشروها بشر. وهلا حضيف تقريبا لتر مي أو لتر وشوي، هسيبهم عبال ما تستوي اللحمة تماما. مجرد ما نوصل لهذا القوام وعندنا العدس واللحمة استووا، علبة الحمص اللي غسلناه أعطي تحريكة. هلا حضيف كمان اللي هي الشعرية، حضيف كمان شوية مي عشان حسيتها انها ايش المي قلت. هلا مجرد ما توصلوا لهذا القوام اللي بجنن، ومجرد ما الشعرية تكون استوت معانا، اللي هو الصوص اللي خلطناه هان اللي هو طحين وصلصة ومي، رح اضيفه تدريجيا وانا بحرك. ويا سلام. هلا بس حنسيبها تغلي غلوتين وبتكون جاهزة و100%. وهلا بس شوفوا لي لونها الحلو، قوامها الاحلى، فوائدها الكتيرة، مكوناتها اللي بتجنن. هلا
بعد ما طفينا عنها النار رح نحط الكزبرة الخضراء اللي رح تعطينا وتكمل معانا الأكل اللي بجنن، وهاي رشة البقدونس، ويا عيني هالريحة. وإيش في أحلى من هيك يا حبايبنا يا أهل المغرب؟ هلأ حنسكبها، طبعا حنسكبها في الطاجن. على فكرة أهل المغرب مشهورين بالطواجن، عملنا طاجن اللحمة احضروه بجنن. شوفوا لي القوام عاد، بسم الله. وعشان هيك ضفنا الطحين عشان تكون قوامها سميك. عن جد من أزكى وأفيد الشوربات. وزينوها بشوية كزبرة هيك، وشوفوا لي الجمال.